السلام عليكم. اليوم غادي نكتشفوا شكون عنده أكبر فرص باش يدي كأس العالم تحت 17 سنة في قطر 2025. غادي نعتمدوا على الذكاء الاصطناعي ونشوفوا كل المرشحين والنسب ديالهم. بلا ما نطولوا خليكم معانا. البطولة غادي تكون في قطر من 3 حتى ل 27 نوفمبر 2025 وغادي يشاركوا فيها 48 منتخب من جميع القارات. أول مرة كيتزاد عدد المنتخبات وهذا الشيء يعني منافسة قوى ومفاجآت كثيرة. المرشح الأول للفوز بالكأس هو المغرب بنسبة 28%. المنتخب المغربي تحت 17 عنده جيل واعد بزاف وخاض معسكرات تحضيرية قوية وكيعتمد على الانضباط التكتيكي والسرعة في الهجوم. بالإضافة عندهم دعم جماهيري كبير ومعنويات عالية بعد نجاحاتهم السابقة في الفئات الصغرى. المغرب عنده مهاجمين سريعين، صانعي لعب قادرين يخلقوا فرص من لا شيء، وحارس مرمى موهوب كيحمي الفريق في المواقف الصعيبة. هاد شي كامل يخليهم خصم صعيب لأي منتخب. المرشح الثاني هو البرازيل بنسبة 22%. دائما من أقوى المنتخبات في الفئات العمرية. اللاعبين ديالهم عندهم مهارات فردية كبيرة، قدرة على المراوغة وسرعة فائقة. غادي يكونوا خصم قوي خصوصا في الأدوار الإقصائية. المرشح الثالث هو نيجيريا بنسبة 18%. النسور الذهبية عندهم خبرة كبيرة في البطولات العالمية تحت 17 سنة. عندهم قوة بدنية كبيرة وسرعة رهيبة وكيعرفوا كيفاش يضغطوا على الخصم من أول دقيقة. ألمانيا بنسبة 12% وإنجلترا بنسبة 10%. الفرق الأوروبية معروفة بالتنظيم، الانضباط التكتيكي والمدارس الاحترافية للاعبين الشباب. حتى إلا ماشي دائما الأكثر تهديفا، تكتلهم الدفاعي قوي وصعيب الاختراق. المنتخبات الأخرى مجتمعة عندها نسبة قريبية 10%. ممكن تصنع مفاجآت كبيرة خصوصا فرق إفريقية وأمريكية لاتينية صاعدة اللي عندها لاعبين شباب قادرين يغيروا موازين المباريات. هادو غير توقعات بناء على الأداء السابق والجاهزية. الفوز الحقيقي كيحتاج الانضباط الدفاعي، استغلال الفرص وعدم الاستهانة بالمفاجآت. وحتى المنتخب المرشح الأول ممكن يطيح في أي مباراة. راقبوا المهاجمين السريعين، صانعي اللعب وحراس المرمى. اللاعب اللي في يومه ممكن يغير كل شيء ويقرر مين غادي يدي الكاس. وفي الأخر شكون كتظن غادي يدي الكاس؟ كتب لينا في التعليقات توقعك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد ديال البطولة.